لو اخدت اجازه شهر من شغلك تقدر تقول لي هتصرف الشهر ده ازاي؟ لو قلبك اتقبض شويه بسبب السؤال ده فاولا انا اسف، ثانيا احب اقول لك انت كده واقف في اخطر نوع دخل ممكن تتعود عليه، لان الفلوس ليها 3 مستويات، كل واحد فيهم بيقول لك انت فين. اول مستوى هو الاكتيف انكم، يعني ايدك في الشغل وظهرك للحيط، لو وقفت في اي يوم الحنفيه بتاعه الفلوس هتقفل، وده للاسف الحال بتاع غالبيه الناس، سواء انت شغال كموظف او حتى كفريلانسر وشغلك معتمد بس عليك. تاني نوع من الانكم هو الليفرج، يعني شغلك بيتكرر وبيتعمل من غير ما تحط فيه نفس المجهود كل مره، وده بيكون عن طريق اكتر من حاجه، يعني خدمه او منتج، بس اللي بيقوم بكل الاوبريشنز هو التيم بتاعك، او كورس انت بتبيعه اونلاين. الحاجات دي ممكن تفضل شغاله وبتدخلك فلوس حتى لو انت اختفيت اسبوع او شهر. ثالث نوع هو الباسيف انكم، ده لما الفلوس تشتغل مكانك، وده لما ربنا يكرمك ان شاء الله وتخش في استثمارات كتيره، فتبدا الاستثمارات دي مع الوقت ومع سنين تدخل لك فلوس، زي ريل استيت، زي ان يكون عندك شقق او محلات وبتاجرها وبتدخل لك عائد شهري من غير ما تحط فيها اي مجهود زيادة. او اسهم في شركات كبيره بتدخل لك ربح سنوي. واقع الامر ان اكتر من 95% من الناس في ستيج 1 اللي هي الاكتيف انكم. فلو السؤال اللي سالته لك في الاول ده وجع بطنك وقلقت منه، يبقى انت كده ظهرك فعلا الحيط، ما عندكش اي نوع من انواع الامان، انت ما عندكش اي مدخرات ممكن تعتمد عليها لمده شهرين ثلاثه لو لا قدر الله حصل اي ظرف. فلو الدخل بتاعك زاد، اول حاجه تعملها قبل ما تفكر ان انت تعلي اللايف ستايل بتاعك، انك تاخد الدخل الزياده كله وتحوشه، ان هو يديك امان انك انت تعرف تعيش حياتك وتصرف على نفسك او على بيتك لمده 3 شهور او 6 شهور من غير ما تبقى انت عايش في رعب، لحد ما ربنا يكرمك ان شاء الله ومع الوقت توصل ليفل 2 وليفل 3. انا كريم حنفي،